الكلام غير اللي انت تعرف مين. تمام ماشي. لان انا عندي حاجه عايز اقولها واشوف انا صح ولا غلط. قول الو. الو 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 الو. ما عرفتش برضو مين؟ طب قول اي حاجه انت كده. يا مكرونه. ايه يا مكرونه؟ محمد حمدي. ازيك يا مو؟ ازيك يا حمدي حبيبي، عامل ايه؟ وحشني والله. الحمد لله تمام يا حبيبي. معانا على الهاتف كابتن محمد حمدي زكي، واحد من نجوم النادي الاهلي، زيه نفس اللي انا قلته من شويه اللي ينطبق على صالح جمعه. الناس دايما واخده عنه انطباع محترم جدا. خليني ارحب بيك في برنامجي. طبعا برحب بيك يا كابتن شادي، وبقول لك الف مبروك على البرنامج الجديد دوت، وان شاء الله تبقى موفق دايما ان شاء الله من نجاح لنجاح. وطبعا بحب اشكرك على الكلام الجميل اللي حضرتك قلته في اول البرنامج. طبعا سمعته ودي حاجه شهاده كبيره يعني اعتز بيها، وان شاء الله من نجاح لنجاح دايما يا رب ان شاء الله يعني. محمد يعني خلينا نروح لضيفنا، لان هقول لك جمله في الاخر وممكن تبقى ان شاء الله يعني احنا مش صحاب قرار. احنا اللي انا قلته حتى في البدايه ما قلتش ده، ممكن يكون قناعات جوايا، بس دي كانت رساله كبيره جدا في البدايه من جماهير كتير، جماهير عريضه. انت عارف جماهير الاهلي بالملايين، كان واجب عليا ان انا اوصل الصوره. لكن خليني اقول لك، التعامل مع مؤمن بره الملعب سهل ولا صعب؟ لا سهل جدا. مؤمن من الناس اللي انا بحبها جدا، يعني بنتعامل مع بعض على طول في التمرين في اوضه اللبس. فلا مؤمن من الشخصيات اللي انت تحبها جدا بره وجوه الملعب يعني. وده بان في الماتش اللي انا لعبته بتاع الالومنيوم في الكاس. كنت انا وهو كابتن عماد، يعني كانت الدنيا كويسه جدا مع بعض جوه الملعب وبره يعني. بيعزمك ولا لا؟ مؤمن؟ لا هو ساعات يعني. مؤمن انا اي حاجه اي مكان ما اعرفوش ولا حاجه، مؤمن هو اللي بيدلني. بس ولا ايده ماسكه حبتين؟ عمري والله. لا مؤمن ما شاء الله يعني من الشخصيات اللي تحبها جدا يعني. محمد خليني عايزه ايه السر؟ ما فيش مدرب جمله، ما فيش مدرب يشوف اللاعب يكسبه وبينفذ تعليماته الفنيه ومش هيلعبه. اكيد في تقصير عندك. وهقول لك بصراحه، يعني انا زي ما قلت ما بعرفش فكره الاشاده اللي انت عشان تبقى مبسوط مني اللي انا يبقى في اشاده. حتى المباراه اللي انت لعبتها شفت عندك وزن زايد شويه. لا خالص، هو الموضوع ده انا طبعا مش عارف ايه السبب، بس ممكن يكون انا عندي بعض القصور، فانا مش عارف ايه هو. انا اتكلمت مع كابتن حسام وكابتن حسام وضح لي وجهة نظره. حاولت ادي على اللي هو قال لي عليه، وحاولت انفذ يعني شويه من اللي هو الكلام اللي انا المفروض ان انا انفذه في الملعب. بحاول ادي في التمرينات، بعمل اللي عليا. هو الوزن مش زايد خالص طبعا. انا وزني ده انا خاسس كمان عن الطبيعي، لكن في الاول وفي الاخر دي وجهة نظر الجهاز الفني، هو اللي شايف، هو اللي بينزل اللعيبه في الوقت المناسب. فان شاء الله الفتره اللي جايه ربنا يسهل، يعني كل واحد ليه نصيب ان شاء الله اكتر، وربنا يسهل في الدور الثاني يا رب ان شاء الله. طيب انا عايز اقول لك جمله للامانه بيقولها كابتن سيد عبد الحفيظ على طول، والجمله دي تلخص لك حاجات كتير ممكن تخليك في راحه نفسيه. قال لك انا النهارده بعمل صفقات وبتبقى موجوده، لكن اللعب في النادي الاهلي مش بالسهوله اللي اي حد ممكن جاي صفقه فهينزل يبقى موجود في التشكيل على طول، لان في لعيبه حققت بطولات ليها رصيد داخل الفريق بتشارك بشكل اساسي، او كمان في عمود فقري للفريق. اللي انا عايز اقوله لك من كلام الكابتن سيد الحفيظ اللي دايما بسمعه بيقوله، هتيجي الفرصه بس مطلوب منك الصبر، ومطلوب منك اللي انت تركز، ولما تيجي الفرصه تمسك فيها بايدك واسنانك. ده اللي انت تقدر تعمله، ودي رساله وجمله مهمه جدا من الكابتن سيد قالها قبل كده اكتر من مره. طبعا كلام محترم جدا، وطبعا اي لعيب النادي الاهلي جاي عارف قد ايه يتحمل مسؤوليه تيشيرت النادي الاهلي. وطبعا انا مستني الفرصه، انا بعمل اللي عليا وبتمرن، وطبعا في الاول وفي الاخر وجهه نظر الجهاز الفني هو شايف الوقت المناسب اللعيب ينزل فيه. فانا بعمل اللي عليا، وان شاء الله يعني الفتره اللي جايه ربنا يسهل. وما اقدرش اقول ان انا اكتر ان انا بجتهد في التمرينات ومركز في تمريناتي وما بشغلش دماغي بكلام الناس بره. انا بعمل اللي عليا والباقي على ربنا ان شاء الله يعني. هتقول لمؤمن ايه؟ اقول له مؤمن والله وحشتنا جدا، التمرين النهارده وحش جدا من غيرك، ومستنيينك ان شاء الله تكسر الدنيا وترجع منتخب مصر. ربنا يوفقك ان شاء الله الفتره اللي جايه يعني. محمد حابب تضيف اي حاجه ثانيه او تقول اي حاجه ثانيه؟ حبيبي شكرا، ربنا يخليك كابتن. بشكرك شكرا جزيلا. واحد من اللاعبين المحترمين جدا جدا محمد حمدي زكي كان معانا على الهاتف.